السلام عليكم. بص، بدون ترتيب ولا تجهيز ولا اي حاجه، بعد انت ما خلصت امتحان الجيولوجيا، وخاصه يعني الفيديو ده بعد امتحان الجيولوجيا، هو انت ممكن تنقص درجات او تحسب درجات وتيجي في الاخر تلاقيها درجات تانية؟ وهتحصل معاك. طب ليه؟ او انت يا عمر يا سخاوي بتقول كده ليه؟ لان انا والدتي كانت بتحب دايما تكتب لي الدرجات بتاعتي. يعني انت يا عمر مثلا هتنقص كام عشان تبقى هي مطمنه. فانا قلت لها في الجيولوجيا انا هنقص من 7 8 10 درجات مثلا. فالمهم ده رقم يعني يضايق شويه. فالمهم كتبته. بس انا عندي يقين، انا دايما بص يعني انا بتعامل مع الله سبحانه وتعالى في المنطقه دي كده. هتيجي تقول لي انت هتنقص 20 درجه، هقول لك لا 10. هتيجي تقول لي انت هتنقص 10، هقول لك لا 5. اصل بص، ربنا قادر على كل شيء، انت بس اتمنى واعمل اللي عليك وادعي وقرب من ربنا وصلي واعمل كل حاجه ترضى الله سبحانه وتعالى واطلب منه وانت مطمن. تمام. جينا بقى اول ما النتيجه ما ظهرت، يوم النتيجه اول ماده دخلت عليها الجيولوجيا، بعد كده الاحياء، لاني كنت متاكد ان دول اكتر مادتين انا هنقص فيهم، وده اللي حصل. بس كنت متوقع درجات زياده شويه. المهم فانا فتحت الجيولوجيا، لقيت نفسي ناقص 3 درجات ونص، وانا متوقع كام؟ 10 والله فيما فوق. طب نقعد بقى مع بعضينا. ما انا اتفرجت على الاجابات وسالت المدرسين عشان اطمن وعملت، طلع ان الاسئله دي انا عاملها غلط. ازاي جيت في الاخر ونقصت 3 درجات ونص؟ واقسم بالله العظيم هذا حصل. طب ازاي بقى ده حصل؟ ايه رايك نفكر فيها انا وانت بس بالعقل؟ انا توقعت حسابات وشفت حسابات وحسبت لنفسي وكل الكلام ده، وكل الناس حسبت. هل انت بقى مطلع على حسابات الله سبحانه وتعالى؟ مليون في المية لا. يبقى انت خلاص. اصل انا بص، انا دلوقتي خرجت من الامتحان كل اللي اقدر عليه عملته. انا ذاكرت واجتهدت، حتى انا كنت ببقى طالع من الامتحان انا مطمن. الامتحان صعب، انا برضو خارج مطمن. ليه؟ انا عملت كل اللي عليا وعندي ثقة في ربنا ويقين، وعلى قد يقينك بربنا بتلاقي ربنا بيديك. طب هتيجي انت بقى دلوقتي تقول لي حلو يا عمر، الكلام ده بقى حصل ازاي؟ هقول لك حصل ازاي. هل ربنا مش قادر ان المصحح يغلط؟ الجهاز اللي هيتعلم فيه البابل شيت يغلط؟ المراقب او المصحح اللي هيعلم لك المقالي يغلط؟ بص، الثلاثه دول ما غلطوش ورصدوا الدرجه صح، وانا مثلا رصدوا لي الدرجه ان انا هنقص 10 درجات. الدرجه بقى وهي بتترصد في النتيجه، هل الله سبحانه وتعالى مش قادر ان الدرجه دي تتغير وتبقى الدرجه اللي ربنا كاتبها لك؟ اي ظرف هيحصل او اي حاجه الاقدار كلها هتتغير في سبيل ان ربنا يديك اللي كاتبه. البشر بقى دي تتعامل عادي، في تسريبات، في سماعات، مدرسين بتبيع ضميرها وبتبيع للامتحان. انت بتشوف الناس كتيره بتغش، انت مالكش دعوه. كل دول اعتمدوا على الوسائل دي، اعتمد انت بقى على ربنا. طب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان تطمن، عشان انا عارف ان التفكير بص التفكير قتلك في الفتره دي. انا عارف، وانت برضو التفكير مخليكي مشتته ومش قادره اصلا انك تكملي، خاصه بعد امتحان الفيزياء. بص هفكرك بيها تاني، اقعد ما تفكرش كتير. ربنا كاتب لك كل حاجه، لو كل الظروف ضدك وربنا كاتب لك حاجه انت هتاخد الحاجه دي. هتيجي بقى ممكن تقول لي ما هو اصل في تسريبات وفي غش كتير وفي سماعات كده التنسيق هيعلى ومش هنقدر. هو انا في دفعتي ما كانش في غش؟ كان في غش وكان في كل وسائل الغش. ده ما بالك امتحاننا كان بيتسرب بربع ساعه، يعني تخش الامتحان نطلع واحنا بنشوف الاجابات نلاقي الامتحان كان متسرب واحنا جوه اصلا، يعني اول ما دخلنا بربع ساعه. وساعتها برضو كانوا بيقولوا لنا التنسيق هيعلى، التنسيق هيعلى عن السنه اللي فاتت وكل الكلام ده. شتتونا ووترونا وكانوا هيخلونا ما نقدرش اننا نكمل في الفتره بقى الجايه اللي هي الفتره اللي انت فيها دلوقتي دي، وطلع الكلام كله كده. خدها مني، التنسيق هيفضل زي ما هو او هيقل حاجه في المية بسيطه. اخر حاجه عايز اقولها لك، انت دلوقتي مثلا بتخش تجيب الدرجات او بتخش تجيب الاجابات. بتجيب الاجابات دي منين؟ بتجيبها من الفيديوهات اللي مرفوعه. طب جرب تخش على 3 فيديوهات ورا بعض، هتلاقي هنا اجابات وهنا اجابات وهنا اجابات. لا بعيد عن كده كمان، في دفعتنا 2023 في اجابات اتعدلت في النموذج جوه. يعني في اجابات المدرسين اللي كنا بناخد معاهم قالوا لنا الاجابه هتبقى كذا، وجوه اصلا طلعت الاجابات دي غلط وهم هيعدلوا النموذج من جوه. تصادف انت بقى معاك الحركه دي تحصل جوه وانت ما تعرفش، انت بره هو مفكر خلاص هي دي الاجابه، وجوه النموذج يتعدل، وتبقى انت بقى من صاحب النصيب اللي النموذج يتعدل لصالحه. اتوكل على الله وما تفكرش كتير واحسب حساباتك، بس قبل ما تحسب اتاكد بقى هل حسابات ربنا زي حساباتك ولا لا. اخر حاجه ما تنساش انك تصلي على النبي. سلام.